السيد النائب عبد المنعم إمام. يعني في البداية الثروة العقارية في مصر مورد مهم من الموارد الاقتصادية. 40% تقريبا من حجم الاقتصاد المصري ناس بتشتغل في التشييد والبناء بجميع مجالاته. لكن بأمانة شديدة يعني بعتقد ان انا بشكر الحكومة انه جاوبتني على السؤال اللي من وانا طفل كده في المدرسة كنت بسأل نفسي عليه. كان دايما بسأل نفسي هو احنا ليه دولة عالم ثالث؟ النهاردة بس عرفت الإجابة، لأنه باختصار مفيش دول عالم رابع. هذا القانون قانون جميل جدا 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 من حيث الشكل. احنا بنتكلم عن هنعمل كود لكل عمارة، بيانات جميلة، رقمنة، والحمد لله لأول مرة الحكومة قررت، رغم ان الكلام ده يعني كتاب كتبوا فيه من 2005 بضرورة ربط الداتا اللي بتطلع من التعداد السكاني كل 5 سنين بالبناء والإسكان والمحليات، فالحمد لله اتعمل ده. لكن السؤال المهم، الحصر الرئيسي لهذه المباني جاي من وفقا لمشروع القانون من جهاز التعبئة العامة والإحصاء. طب جهاز التعبئة والعامة والإحصاء ده بيحصر ازاي؟ بيحصر انه بيجي التعداد كل 5 سنين، بيروح يجيب متطوعين من الكليات يحصروا بمكافآت لمدة 3-4 شهور وبعدين يمشوا. طيب انت في بقية السنين هتعمل ايه؟ حالة التغير على العقار هتعمل فيها ايه؟ من الجهاز المسؤول؟ المحليات اللي عندها على الاقل 1.5 مليون من 3.5 مليون مبنى موجودين في مصر، مش موجودين خالص باي اشارة لوزارة التنمية المحلية في اي مكان في القانون. انا مستغرب كمان في مسألة مهمة جدا. المشروع القانون ربط بانه ضرورة الحصول على الرقم القومي للعقار وبين القيد في السجل العيني او الشهر العقاري. ده من الاخر بيرجعنا لشبح الازمة اللي حصل في مشروع قانون الشهر العقاري، والحكومة متفضلة وقتها بعد ازمة كبيرة جدا علقت تطبيق القانون. الحاجة التانية انا عايز حد يقول لي، الحكومة اللي جت مشروع حيازة الحيوانات الخطرة عدت 6 شهور وما عملتش ما يتعلق باللائحة التنفيذية بتاعتها، ولحد النهاردة عندنا أزمة. الحكومة اللي قدرت المواطن المصري من 2019 في قانون التصالح، ولحد النهاردة ملايين من الحالات مش عارفين نحلها. هتعمل لنا الرقم القومي بهذا الشكل؟ هو احنا لحد امتى هنفضل نمسخ الحاجات؟ الحاجة نفضل نقول مشروع كويس ولازم الحكومة تعمل كده، في الحكومة تقول عايزين نعمل كده هنعمل لكم كده، بس يلا ايه هنعمل مشروع قانون كده شكله حلو ومن جوه بقابلوني لو حد نفذه. هذا مشروع قانون انا كنت في ثواني يا فندم، هذا مشروع قانون كنت اتمنى ان اوافق عليه، لكن باختصار لا يمكن لي ان اقبل ان انا اوافق على يافطة جواها لا شيء. انا برفض مشروع قانون حيث المبدأ.